اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين وارحم أمي واغفر لها واسكنها فسيح جنات يا رب العالمين. صباح الخير على أهل الخير، يا رب تكونوا بخير. وحشتوني 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 كتير. بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات، داخلة في أسبوع اهو. بس الواحد بقى كان عنده بيات صيفي كده بعد العيد، الواحد مش قادر. يا دوب بس بيقوم يعمل اكل يروق من على الوش، بس كده ما كنتش بعمل اي حاجة ولا تنظيفات عميقة. بقى احنا كنا خاربين الدنيا قبل العيد وخلصنا يعتبر كل اللي ورانا، يعتبر بس بنعمل حاجات من على الوش كده. التنظيف العميق كان خلاص عاملين كل حاجة، فقلت لا لازم بقى افوق شوية كده واستعيد نشاطي. وكنا قاعدين مستنيين النتيجة. الحمد لله ربنا جبر بخاطري يا رب، ويعني ربنا يكبر بخاطركم كلكم، واللي عنده امتحانات ثانوية عامة يا رب يا رب ولاده يفرح بيهم كده وبمجموع كبير وبالكلية اللي هم عاوزين يدخلوها، عشان انا عندي ثانوية عامة السنة الجاية. فنحن في انتظار بداية سنة جديدة. الثانوية العامة مش بتبتدي مع الدراسة، ده بتبتدي الدروس بتبتدي من شهر 8. يعني احنا يعتبر خلصنا الامتحانات وحجزنا الدروس على طول. فاحنا واخدين هدنة بس الشهرين دول كده، 7 يعني المفروض 6 و7، وهنبتدي في 8 ان شاء الله. ربنا يطمن كل على ابنها وعلى مجموعه وعلى تعب السنة، ويفرحكم يا رب بيهم. الولاد طبعا كانوا نفسهم في محشي. تمام. احنا كلنا بقى فتة وكلنا اكلات كلها لحمة، فقلنا بقى نختمها بالمحشي كده. يعني العيد ده كان عيد الفتة، بس لازم ولابد كده أكلة محشي ترم العظم كده. هم طبعا زي ما انتوا عارفين ان انا كنت مفرزة معاكم الكرومب، وكنت مفرزة معاكم الصلصة والخضرة وكل الحاجات دي، ما اشتريتش حاجة خالص. هو بس اللي انا اشتريته في المشتريات اللي قبل العيد، اشتريت ورق عنب. يعني انا قبل العيد اشتريت ورق عنب في الخضار يعني. الطبخات اللي انا هعملها اشتريت ورق عنب واشتريت بامية واشتريت رقاق وحاجة الفتة، وابتديت اعملهم حاجة ورا حاجة كده. طبعا شفتوا معايا الفتة يوم العيد والمحشي ده كان بقاله حبة، يعني عمالة اقول اعمله لا مش هعمله، بس قلت خلاص بقى لازم اعمله. طلعت الحاجة من الفريزر ويدوب بس يعتبر سلقت ورق العنب، وابتديت بقى ان انا اجهز كده. حطيت زيت على النار يتقدح، وبعد كده نزلت بالبصل اللي انا مفرزاه، خدت تشويحة، وبعد كده نزلت بالصلصة، وبعد كده ابتدت تتقل شوية. لا يا ربي، نزلت الاول بالتوابل على البصل، وبعد كده آه قلبتهم تقليبة كده، وبعد كده نزلت بالصلصة. اتسبكت. ابتديت ان انا انزل بالرز، رز مغسول ومتصفي، وبعد كده الخضرة زي ما انتوا شايفينها لونها اخضر وما غيرتش خالص. وقلبت بقى الخلطة دي كلها، وابتديت ان انا احشي مع نفسي كده عشان ما اخدش وقت. هو الكرنب بيتحشى بسرعة، وبس الورق العنب هو اللي كان خد وقت، يعني لان ده كان كيلو. اي نعم، بنتي بعد ما نضفته قلت لها نضفيه كده يا اوجي، وطلعي لو في حاجه صفرة او كده نضفيه. طلعت يعتبر ربعه، بس الحمد لله طلعنا حله، يعني عملنا حل ان هو اكتر محشي بيحبوه اللي هو الورق العنب. خلصت بقى وحشيت وكده، وابتديت ان انا الشوربه بتاعت اللحمه سقيت بيها واستوى والحمد لله. وكلنا كنت عامله سلطه طحينه معاها، وكنت المخلل اللي انا عاملاه معاكم، وحمرت اللحمه وبالهنا والشفا ودخلت بقى على اللي بعده. الفيديو النهاردة طويل شوية، في حاجات كتيرة انا عاملاها. هنا كنت برضو جايبة مع المشتريات بتاعة العيد فلفل الوان، قلت انا بحتاجه بحطه على اللحمة، اللحمة المفرومة او كده او للبيتزا او الكلام ده كله. فلقيته الكيلو كان ب30، وانا افتكرته ان هو كده رخيص. اكتشفت بقى ان بعد العيد ان الكيلو بقى ب10 جنيه. جبت تاني، يعني دول انا عملتهم وجبت تاني. المهم قطعته وحطيته في اكياس وحطيته في الفريزر، ويبقى كده خلاص
خلصنا فقرة المطبخ، بس طبعا ما ينفعش نطلع منه كده. المواعين بقى شطبت كله بحيث ان الاكل يستوي يكون المواعين كلها متشطبة، عشان ما اخشش المطبخ تاني لان انا ورايا حاجات تانية ايه بره. هنا بقى كان في حاجات كده، شوية حاجات لطيفة كده انا ما عملتهاش في العيد بصراحة يعني. اللي عملته وفي حاجات انا عارفة ان هي ما اتعملتش وشايلاها كده لوقتها يعني. المهم فوق الغسالة كان الدنيا مطربة خالص لان انا الشباك بتاع التويلت على طول مفتوح، ما بقفلهوش، محطوط سلك وكده، بس عشان كده ما بقفلهوش بحيث ان هو يهوي. وشباك المطبخ وشباك التويلت انا ما بقفلهمش. الشبابيك بقى بتاعت الاوض وكده بفتحها تهوي الصبح وبعد كده بقفلها. طبعا تراب بقى، وانا عملت صبنت التويلت كله بعد اللي احنا غسلناه واللي نضفناه وعملناه، بس بصراحة فوق الغسالة ما كانش اتنضف، وقلت بقى اما يجيب اخره كده هبتدي ان انا انضفه. صراحة خلاص بقى كان المنظر يعني مبوظ لي اعصابي، قلت لا لازم انضفه. كده كده انا ما بعملش حاجات كتيرة يعني، فقلت ايه الحاجات اللي انا سايباها اخدها واحدة واحدة كده. طبعا فضيت بقى كله، شايفين الباسكت اللي على الغسالة في شعر وفي تراب وفي باقي واقع من الجراكن بتاعة الصابون وكده في المنظمات. فضيت المنظمات كلها وابتدي اغسلها واحد ورا واحد كده واصفيهم. وطبعا كل الازايز اللي على الغسالة بغسلها لانها بتبقى مطربة، او مطرح مع فضة الصابون بيبقى باقي عليها بواقي صابون، فكل فترة كده بغسلها عشان المنظر العام يعني. هنا بقى كنت اتمنى ان انا اعمل وحدة فوق الغسالة عشان الحاجات دي تبقى في ضرفة كده وما تتطربش، بس طبعا ساعة المطبخ وانا بعمل المطبخ كان قايل لي الوحدة دي هتتكلف 1000 جنيه. معرفش بقى دلوقتي انا عاملة المطبخ ده مثلا من 11 سنة ولا حاجة، هل الوحدة دي بقى هتتكلف كام دلوقتي؟ فان شاء الله ربنا يوسع كده وابقى اعمل واحدة عشان ترحمني من التنظيف كل شوية فوق الغسالة، وان الحاجة بتتطرب وكده. والمنظر فوق الغسالة مش عاجبني، الحاجات محطوطة كتيرة بس هي الحاجات دي اللي انا بستخدمها يعني. الاوكسي البلاك ده عشان الهدوم الغامقة، الاوكسي التاني اللي هو الهدوم الملونة. طبعا الكلور ما بستغناش عنه، بصبن بيه وبعمل بيه كل حاجة عشان الحاجة تبقى بتلمع. الحوض والتويلت والبانيو ما بيلمعش غير بالكلور. والكلوريكس الالوان برضو ما بستغناش عنه، بحطه مع الغسيل في الغسالة بيخلي لو في بقع ولا في حاجة بتخليه زي الفل. وايه تاني؟ العلبة اللي هي اللي ورا الكلور دي فيها اوكسي باودر للغسالات العادية، برضو بصبن بيه الحمام عشان يدي ريحة حلوة كده وبيدي انتعاش يعني. مهما عملت بصابون سائل او فيبا او الكلام ده كله، لا لازم احط شوية في الجردل اللي انا بحط فيه الصابون والكلور والحاجات دي، لازم احط شوية من الباودر ده. البخاخ ده فيه ديتول. الازازة اللي انا بنضفها دي فيها الفينيك. طبعا الصابون السائل اللي في الازازة. الجنرال ده بحطه على المية اللي انا بمسح بيها. الفريدة ده منعم الملابس برضو ما بستغناش عنه. فالحاجات دي كلها ايدي فيها على طول يعني. انا عندي في المطبخ ضرفة برضو فيها منظفات، بس دي الحاجات الأساسية اللي أنا بستخدمها يوميا يعني. أنا لازم الحاجات دي كلها بستخدمها يوميا. طبعا الفلاش ده بستخدمه اما بيبقى فيه اصفرار او حاجة كده في التويلت، بس مش كتير لانه بيدوب الاسمنت الاسمنت اللي ما بين الفواصل بتاعة السيراميك، فما بستخدموش كتير يعني، بحرص كده كل فين وفين. وطبعا في ناس بيدلقوه في البلاعة وكده بياكل المواسير. تمام، يعني هو من كتر قوته بياكل المواسير، فانا بستخدمه كل فين وفين يعني لما بلاقي حاجة مصفرة بس كده. البخاخة دي حاطة فيها ديتول من اللي انا بجيبه السايب، وبزوده مية وبرش بقى
ممكن برش في الارض، ممكن برش في التويلت عشان يبقى ريحة التويلت نظيفة. انا اهم حاجة ريحة التويلت تبقى كويسة. بس ايه تاني، طبعا العلبة دي كان فيها شوية الغسول ومعجون كده بالفحم. ولادي بقى بيحبوا الافتكاسات، انا بحب الحاجات القديمة. يعني انا المعجون بالنسبة لي اللي هو سيجنال وكلوز اب. هما بقى كانوا شافوا ريفيو عن المعجون ده والبودرة بتاعت اللي هي بالفحم. طبعا انا ولا دخلت دماغي ببصلة اصلا. انا على قديم وما بحبش اغير، ادام الحاجة اللي انا بستخدمها مريحيني ما بحبش اغير. وايه تاني، اللي هو البامب ده في شاور. وايه تاني، خلاص يعتبر انا كده غسلت كل اللي على الغسالة وحطيتهم بقى في البانيو يتصفوا. وهغسل الرخامة دي زي الرخامة بتاعة المطبخ، كانت باقية من الرخام بتاع المطبخ اللي انا خلاص زهقت منه يعني. ان شاء الله الفيديو الجاي هنغير بقى، هركب الستيكر وهنغير بقى منظر المطبخ خالص. غسلته بالليفة كده وبالصابون السائل وهنشفه تنشيفة كويسة. والسيراميك اللي ورا الحاجات بتاعة المنظفات، مطرح المنظفات معلم برضو هلمعه كده تلميعة كويسة. لان انا الحتة دي انا ما بغسلهاش خالص، السيراميك اللي ورا الغسالة دي انا ما بغسلهاش لان كتر المية بتبوظ الحاجة. والله هو ده اللي انا عارفاه، مش بكتر المية. انا بغسل التويلت كله، لكن الحتة الكورنر بتاع الغسالة ده انا ما بغسلهوش بصراحة. هنا بقى المنظفات كانت نشفت وهحط بقى فيها الحاجة. آه الاوكسي البلاك والاوكسي العادي والفلاش وهاربك بتاع التويلت والجنرال. والناحية التانية في اللي هو الفريدة المنعم الملابس. وهحط الجراكن بتاعة الكلور والديتول. الجراكن اللي هي قصاد المنعم الملابس ده كلور وديتول، بحطهم في الجراكن دي لان هي دي اكتر جراكن بتستحمل، لان الكلور بياكل الازايز وبياكل اي حاجة بتحط فيها، فهي دي يعتبر امن حاجة. بس خلاص كده انا رتبت وحسيت براحة نفسية، يعني مش عاوزة اقول لكم. كان الموضوع تقيل على قلبي، خصوصا ان انا منضفة كل حاجة ساعة العيد، بس في حتة كده مش متنضفة، حاسة بالذنب من ناحيتها كده، وان انا مقصرة في الحتة دي. خلصت بقى، وهنا كان عندي برضو الحاجات اللي انا ما عملتهاش. الباسكت بتاع الغسيل انا ما غسلتوش بقى لي فترة، فقلت بقى هعمل دورة غسيل كده بالمرة بما اني في التويلت بقى، واعمل كل اللي ورايا. هفضي الباسكت خالص، كان عندي شوية غسيل كده غوامق واغسله بقى خلاص. كان في مطرح التنظيفات والحاجات اللي انا كنت بعملها، التراب من تحت كده من عند الحز بتاع الباسكت ده. قلت لا لازم اغسله بقى واخليه زي الفل كده. الحاجات الريتان دي انا بحبها قوي، يعني اغلب الحاجة اللي عندي في البيت اللي هو الريتان ده. الباسكت ده انا كنت متجوزة بيه، ويعني الحمد لله يعني ما شاء الله عليه، الخامة كويسة. هو برضو اغلبية البلاستيكات عندي يعتبر الهلال والنجمة. والباسكت ده كان بتاع المسحوق اللي هو البودر. ساعات بستخدم مسحوق بودر وساعات بستخدم جل، بس هما دول اللي كانوا باقيين من مسحوق البودر. فقلت اغسل الباسكت بالمرة. الباسكت كان في باسكت تاني كده بتاع الاوض، قلت اغسله برضو بالمرة، لان الغسالة كانت شغالة. ويعتبر خلاص كده خلصت. هدي شطفة بس للحاجات دي من الصابون واصفيها، ويبقى كده خلاص انا كده خلصت. ولو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تحطي اللايك والاشتراك، ولو مش مشتركة انزلي اشتركي وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. واما انزل فيديو جديد يجيلك اشعار. بحبكم في الله، ويا رب اكون ضيفة خفيفة على قلبكم واستفدتوا مني بأي معلومة. استنوني في الفيديو الجديد، وباي باي.